رخصة الزيارة هذه تكشف عن ارتباك ما، وإلا فكيف نفسر 4 دمغات للنيابة العامة كاملة وشطب لكلمات؟ هل العدالة تعاني من أزمة مطبوعات أو سندات رخص الزيارة؟ من الغريب أن ما تم شطبها بن عيس أو بن قرعيش يكاد يكون هو نفسه ما تحمله شهادة ميلاد الوالدة ببلدية تلغمة. كملاحظة نتجت عما اصطلع عليه بالتصحيح الإداري الذي لا يتطلب المتابعة الجنائية. المهم أن التهمة المنسوبة إلي وقتها هي الإخلال بنظام الجلسة. هنا في هذا السند ينسبون لي تهمة الإخلال بالنظام العام في الجلسة، وواضح أن هناك فرق بين التهمة الأولى الإخلال بنظام الجلسة والتهمة الإخلال بالنظام العام في الجلسة. تلاحظوا الرقم 345، التاريخ 19 جانفي 93، والأمر ليس مجرد أخطاء كتابية كما قد يتبادر إلى الذهن. هنايا منطوق قرار مجلس قسنطينة هذا يؤكد مرة أخرى وأن التهمة هي الإخلال بنظام الجلسة، في حين أن المحاكمة جرت تحت عنوان الإخلال بالنظام العام. والغريب بدون أدنى دفع من الدفاع الرجوع إلى الأصل تفاديا لأي اهتزاز شعبي، وقد روجوا في البداية اتهام بالإخلال بنظام الجلسة. هنا يتوجب البحث عن أقصى عقوبة يمكن أن توقع عليه ما دام أن التهم الإخلال بنظام الجلسة. العقوبة لا تتعدى 3 أيام، فلماذا الحكم بسنة؟ ولماذا تعديلها إلى 2 شهر؟ القضاة فوق القانون؟ شهادة السوق العدلية الآن تحدد التهمة وأنها الإخلال بالنظام العام. المشكل أين؟ في رئاسة الجمهورية، في المحكمة، في المجلس الموقر؟ ولماذا مثل هذه التهمة مرة أخرى؟ فالطول كيف الحسن الثاني ومولود من امرأة في وجدة يتناقل الشارع الجزائري من القزم بو تفليقة أمه داعرة فاسقة ويشهد بيدقة مرتزقة أنه مولود بوجدة. روابط كثيرة نقدر نقدمها. ممكن محمد الخامس باه سلطاني، ممكن الحسن الثاني حرمة باه تعدى إذا أجزنا فرضية أنه من أسرة جزائرية العامل الوراثي الجينات أو بتطبيق نظرية التطور لداروين. الكرسي يدوخ متعطش يا ما يعاني في كل يوم يخرج علينا بنهدى. بومدين مات كيف يعرف يا اخواني القاتل الفرد هو من غير جحدة. بومدين مات كيف الشادي بن جديد يشهد ان وفاة الراحل هو يغنبك وفاة عرفات يظهر وهو هو المقرب اليوم من القزم يحاول ابعاد الشبع عن سيده وولي نعمته. تناقض صارخ كيف يتلقى الشاذلي واحمد ويحيى وهو من اسمى نظامه بالنظام المتعفن، ويحيى سمى سلطاني منافق لا احد سلم منه لن يسلم الشعب من جرائمه. قانون مكافحة ما أسمى بالإرهاب على الإنترنت يظهر لم يتحقق بعد. في هذا المعنى تعليقي شعرا روابط بالمجلس اليمني. الطبع كي نشوف موت لمساني مجاهد مزيف ومالف بالقعدة. التصريحات الكاذبة اللي بالخير www.anp.org يشهد ضباط الأحرار بالحرف الواحد إنما يجمع بوتفليقة وبالخير هو أنهم لم يطلقا رصاصا واحدة ضد الجيش الاستعماري الفرنسي إلى غاية استقلال الجزائر، ومثل عرابهم فإنهما لم يكونا مقاتلين. اليوم طلعت من صحيفة النصر بتوقف العرب بالخير عن نشاط الإجرامي بسبب تدهور حالته الصحية 16/3/2009. حبه توريث الملك خلاه شيطاني، أشحال ولي عهد ليه طول في السجدة. أحمد ويحيى زعيم القاعدة، زرهوني غلام الله، أبو بكر بن بوزيد، جمال ولد عباس، بوقرة سلطان يرزقوه بالقراسة من عهدته الأولى إلى مدى الحياة. الجزائر عاقرة عن أن تنجب رجال أو نساء غير هذه الأسماء القذرة، مذكور بعضها في فضيحة القرن العشرين قضية الخليفة. أسلوب التوريث لا تعرفه الأنظمة الجمهورية.
باسطورة السي عبد القادر جاني، السي أمين كحال يعزف بالشدة، بيدق من بيدقة الخنزير، صح عملاق يستاهل تهاني في النهب والشاهد قروح المعدة، محروم متهوم مطرود يا اخواني، مبعد صار يحكم عهدة من بعد عهدة. صحيفة الأسرار، شوفوا الدستور تعدل في ثواني على مقاس من مقاس جماعة وجدة، في الحملة يرشي ويهدد عيناني، علاش الأجور تبقى حتى الغدة، الإعلان عن زيادة مرتقبة في الأجور بعد الرئاسية يتضمن ترغيب ومعاني الرشوة، بالمقابل يضع الموظف في موقف من الرهبة، إذا لم يصوت على القزم فقد يأتي غيره ولا تكون هناك زيادة. شخصيا صوتي للويزة حنون، شهادة ميلادها من جيج الجزائرية وعندها مواقف القزم يشهد على رجلته وحنكتها السياسية، مع الفوت يظهر صار زهواني، شوف يمسح الدين وحدة بوحدة. نبقى مع الشعر الشعبي، وهذه المرة مع جماعة وجدة ما تعرف لوفا. عندنا مثل اللي يقول خلطها التصفى، سي السعيد بداوي وجدوا له الافراش، طبخة عجايز نشوف والله لا يخفى، يقولوا يحب الظل اليوم خرج علاش، واضح التزمير في يده قفة، واضح السياسة في تفصيل قماش، الشرطي نساوي يقولوا حكمته رجفة، بوتفليق اخوه يا اخي ما يخفاش، قبل الفوطن شاع خليفته في الوقفة، وهذه امارات ان شاء الله ما تفراش، الكرسي اللي يدوخ يشبه للجيفة، داروا بها كلاب ننتظر تراش، كل واحد يبغي على كرشو ندفع، عن قريب الحرب رايحة ما تطفاش، محمد السادس لخويا هنفا، واللي قتل بوضياف في نفس للمكراش، جماعة وجدة ما تعرف لوفا، ما تعرف تلعب صبحة ما تسواش، حتى التاريخ المشترك لفرنسا اللي صرح به القزم الإليزي وراح، تراجع مشاركة لي عبر الشبكة، رسالة من حكومة هنية إلى سفارة فرنسا، كشف الأسرار، أو تراجع مشاركتي، بوش ينزع الثقة، ساركوزي يطالب بالوفاء بالتاريخ المشترك لابن تلوح بها لاهاي، وصور تعلق ببيوت الدعارة، هي قوة نشوف لكن في الإخفاء، تحت تبنى النار حاجة ما تبقاش، شوف يحلم مسكين يمشي مع الزفة ومع الريح يميل كاسو ما يقراش، بنفليس مشى وين هي العزفة، سمعنا تناسب معاه وين الملح طراش. الثانية قال له خيرك عليا كثير والله ما ننساه، وحتى إذا بغيت القرحة تتفكر، مبارك لك بزواج يا صاحب الجاه، باسم الشعب العزيز ادخل يا عنتر، بري فهو بنين لكم نتمناه، عندنا علاقات شوف الدم كثر، شوفوا خيانك واحسب في قداه، من الزرور وعندك ما تفخر، تعرفني صنديد قضيت على يماه، ويام الثورة يا كنت في مهجر، النوتيلة تعجبوك قول اللي ترضاه، يهود قسنطينة كل واحد احذر، مبارك لك ونزيد طول الزمن ومداه، الغالي طلب رخيص شو تبغي نحفر، هذا الشعب عطناه واحنا ربيناه، هذا الشعب يخاف من ظل ويحذر، هم اللي يقولوا يا خوتي. شخصيا وصلني على هاتف النقال من هاتف رقم، من هاتف نقال طبعا 073 69 82 53 بتاريخ 6/4/2007 الميساج التالي: Tu es en train de souffler sur les braises éteintes car le peuple se développait sert uniquement à l'esclavage. مسجل في حينه بالموقع عربنا. والرئاسة أرسلنا البريد الإلكتروني ديالها، تبغينا البترول راحت أممناه، احنا اليوم في سوق هيا نستثمر، ازرب وش يجي يهد اللي بنيناه، وفي الباب نشوف منذ نوفمبر التفجير الأول، شوف رجع اليوم كيف ندير معاه، ديما في ال11 يضرب ويفجر، عارف القاعدة منه بلا باباها، نسأل أحمد خلي يتستر، أحمد ويحيى طبعا، كل شي يخدمنا يكفي نكون وراه، يكفي بعض الأبواق تحمل وتنشر. ساركوزي يرد: dis-moi en urgent qu'est-ce que c'est Antar, qu'est-ce que c'est Allah, je ne veux pas savoir, tu es un chien, un petit monsieur venu de Douar, tu seras puni, je te jette, d'ailleurs c'est moi le pouvoir, je suis un juif, être toi debout du matin au soir. تحياتنا.